صباح الخير. انا جيت. انا مش عايزه اتعامل مع ناس تاني، او ابعد عن الشر وغنيله، او الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح ونريح نفسنا ونرتاح من دوشه الناس والعلاقات والدوشه دي كلها. طيب، هل ينفع ان احنا نعيش فعلا من غير علاقات؟ طيب، زي بالظبط ما اقول انا مش هروح البحر عشان في زلطه هلاقيها وانا ماشيه في الرمل ومش هكون شايفاها بسبب الميه. بنفس الطريقه هنا لو في مثلا حاجه انا ممكن اولا رجليها ممكن تستحملها، تاني حاجه ممكن البس الشوز بتاع البحر. بنفس الطريقه انا مش هروح امشي في وسط الزرع عشان انا خايفه من الشوك. طيب، ما انا ممكن البس حاجه تحمي جلدي، او ممكن لو حصل خربوش صغير احط كريم وعالجه. بس هل همنع نفسي من المتعه بتاعه اني استمتع بالبحر او استمتع بالورد؟ بنفس الطريقه في العلاقات هناخدها ونطبقها هناك. ليه احرم نفسي من متعه الدعم، متعه ان الاقي اشخاص موجودين حواليا؟ ليه احرم نفسي من اهميه الناس ان هم يكونوا معايا؟ لا بس انا ما لقيت لهمش اي فايده. مين قال؟ مهم ان احنا ايا كان الطريق اللي بنمشي فيه يكون فيه زي جروب معانا او مجموعه، او بيقولك دايما الرفيق قبل الطريق. ليه؟ عشان ده لما هنسى الهدف بتاعي هو اللي هيفكرني، لما هكون داون هو اللي هيسحبني، لما هكون متضايقه خالص هو ده اللي طب بصي احنا عملنا 1 2 3. مهم الرفيق، حتى حد نصيح معاه. احنا بني ادمين، انسان من الانس، فاحنا بنحتاج الونس. الانس ده سيدنا ادم ربنا خلق له ستنا حواء. الانس، الدفى، ان احنا نكون مع بعض. الدفى ده هو اهم حاجه، ان نلاقي حد هنصيح مع بعض في الاخر. طب انا مش عارفه اعمل ايه في الحته دي، ناخد براي بعض، الشورى، ان احنا كل شخص فينا وليه الميزه بتاعته. فليه احرم نفسي من باقي المواقف او باقي الانظار؟ كل شخص ليه السكوب بتاعه او النظره بتاعته للموضوع. ليه احرم نفسي من ان كل شخص هيكون ليه النظره بتاعته، ليه الطريقه في ان هو يحل اي مشكله او اي حاجه هنواجهها؟ لو مشيت لوحدي انا كده بتكلم بنظريه شخص واحد بس، لكن لما ابص باكتر من نظاره انا كأني بيكون عندي إبداع كبير جدا، أنا بقدر أحل حاجات كتيرة جدا. بنفس الطريقة في أي حاجة إحنا بنقدر نلاقي حد نروح نعيط، نروح نتبسط. هل ده معناه إن أنا هفضل على طول في العلاقات وهنسى نفسي؟ لا، أنا كده هبقى بهرب من نفسي. فهو التوازن هو المهم، إن أنا أكون موازنة ما بين إن أنا عندي علاقات كتير وما بين إن أنا كمان أولوية، أو إن أنا العلاقة الأهم في حياتي. فزي ما هعامل الناس اللي بره أنا هعامل نفسي عشان أنا الأولوية أو العلاقة الأهم في حياتي. طيب، بس العلاقات مرهقة، العلاقات فيها دوشة كتير، العلاقات الناس بقت صعبة قوي، كل الناس. طيب، إيه ضرر إن إحنا نبعد تماما عن العلاقات؟ أول وأهم حاجة أحادية الرأي. أنا مش هبقى شايفة أي منظور تاني غير منظوري، أنا بس شايفة اللي انا شايفاه صح واللي انا متعلماه او اللي انا حاكمه عليه. فبالتالي انا هكون هنا قطعت باقي وجهات النظر كلها. طيب، تاني حاجه كاني بعلي الايجو. خلاص هم كلهم بقوا وحشين وانا الوحيده اللي كويسه. ما هو كونه الناس دي موجوده في حياتي، في دروس انا محتاجه اتعلمها. فهل كل الناس بقوا خلاص سيئين؟ انا مش لاقي حد واحد في المجتمع اعرف اتعامل معاه. تالت حاجة إن أنا كأني بخلق لنفسي شكل من أشكال التعلق. بمعنى لو أنا عندي 10 شقق وشقة منهم لا قدر الله جرى لها حاجة، ولعت أي حاجة، هتضايق؟ هتضايق شوية بس يعني مش هنهار. بنفس الطريقة في العلاقات، لما يكون عندي علاقات كتير وواحدة منهم تنهار مش هتضايق شويه بس خلاص. على العكس لما ما يكونش عندي غير العلاقه دي، فهنا هبدا اقول ايه؟ ده تخلى عني، ده خذلني، ده خني، ده عمل حاجات كتير قوي من الالفاظ القويه، عشان احنا ما بنيناش لنفسنا حياه.
ما بنيناش مجتمع، ما بنيناش حياة نعيشها. فبالتالي بقى ايه؟ هو الشخص ده او العلاقة دي بس لما خسرناها، وده حاجة يعني ده تقلبات، يعني دي تقلبات حياة، ده طبيعي ان هو هيحصل والناس بتتغير. فبالتالي لما ده حصل، ايه اللي حصل؟ انا انهارت. طيب تالت حاجة، رابع حاجة ان انا غير ان انا بحرم نفسي، وغير الايجو، وغير ان انا خلقت نفسي لسبب للتعلق، انا هنا بحرم نفسي من الدفء، من الدعم، من ان حد يقول لي برافو. احنا كبني ادمين لما بنكون رايحين في رحله، احنا عايزين اللي يساعدنا واللي يدعمنا واللي نتسند عليه هات لي الحاجه الفلانيه، ان احنا نكون مع بعض. الدعم ده، وان احنا حتى لو الدعم ده معنوي، مش شرط دعم بحاجات ماديه خالص، مجرد دعم معنوي، معلش، او انا حاسس باللي انت حاسس بيه، او انا مقدر اللي انت بتعدي بيه. مجرد ان احنا نكون كلنا على كأننا نفس الهدف او نفس الطريق على المدى البعيد، او بنحاول نعمل حاجة مع بعض، الدعم النفسي ده والوناسة والأنس والدفى حرمنا نفسنا منه لمجرد اننا مش عارفين ندير علاقاتنا. وزي ما اتفقنا قبل كده، العلاقات استثمار، محتاجين ان احنا نديره. فبالتالي حصلت مشكلة، اصل هم بيتعدوا حدودهم، انا فين حدودي؟ ما هو ده رسالة ان انا اللي اظبط حدودي. انا يعني كأننا بنبني، خلونا نتفق ان احنا بنبني حاجة او بنستثمر فيها، او بنستثمر في مكان كبير قوي، والحاجة دي بتحتاج مننا ان احنا نتعلم شوية بشوية. التعلم ده بيجي من العلاقات. وهنا هنروح لخامس واهم نقطة، ان انا بختبر التقدم اللي انا فيه. بمعنى انا ممكن اقول انا فكفكت تروماز، انا عملت هيلينج، انا نظفت مشاعري، انا اشطر حد في الدنيا، بصوا انا خلاص ما فاضليش اي حاجة. طيب اختبرت نفسك مع الناس؟ لا. طب مش يمكن لما اتعامل يطلع عندي مثلا عقدة نقص، او يطلع عندي مشاكل في ان انا اعرف احط حدودي، او يطلع اسلوبي مش كويس؟ ما هو دي كلها حاجات بتحتاج تتظبط. ما هو انا نفسي محتاجة ان اسلوبي يكون مقبول بالنسبة للناس. ما هو انا مثلا هاجي اهزر مع الناس واجي مثلا هشتمهم، انا كده واقول هم اللي وحشين؟ طب ما هو انا اللي اسلوبي ما كانش كويس. يبقى هنا محتاجين ايه؟ التعديلات اللي هي مش هتعرفها غير لما تحط ايدك في الشغل. تخيل حد بيذاكر طول السنة، عمره ما هيعرف هو ذاكر كويس ولا لأ، طريقته صح ولا لأ، غير لما يتم امتحانه. بنفس الطريقة في اي حاجة، لما انا جيت سألتك وانت معرفتش ترد، يبقى انت ذاكرت؟ بغض النظر عن المذاكرة، عشان البني ادم حاليا مزنوق في امتحانات، دعوات بس. لكن عموما العلاقات هي الاختبار، او هي العملي للتقدم بتاعنا، وقد ايه اشتغلنا على نفسنا ومدى تطورنا. من اسرع الحاجات اللي بتورينا تطورنا العلاقات. علاقاتنا مع الناس عامله ازاي؟ ما هو انا ممكن افضل اقول انا بقيت زي الفل، حطها في الاختبار، نختبر نفسنا. بس بقى الفكره ان احنا لما بنختبر نفسنا ونلاقي نقط الضعف، لا 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 هننسحب، ولا اصل هم وحشين، اصل انا ابعد عن، اقفل الباب. لا، هي ترايل اند ايرور. يعني احنا هنجرب حاجه، والله طيب ماشي تمام، انا اتكلمت هنا تمام. خلينا نتفق ان كتير مثلا من خوف الاهل او كده بيخلي ان الطفل نفسه مش متعرض لناس كتير وهو طفل، فبالتالي ما تعرضش للاسلوب الصح للتواصل. فهنا بيحتاج ايه؟ هنحتاج ان احنا نتدرب على الاسلوب الصح للتواصل. 5 نقط دول ما ينفعش ان احنا نبعد عن العلاقات عشان ما نحرمش نفسنا منهم. ما ينفعش ان انا اقول ان انا مش هروح البحر او مش هستمتع بحاجة فوائدها كتير جدا لمجرد ان في شوية ضرر قد كده. احنا بس محتاجين نتعلم ونظبط مهاراتنا في العلاقات والتواصل. صباحكم فل ويومكم حلو.